السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم اخوكم زيزو من قناتكم زيدان العرب. ان شاء الله النهارده في ماتشين مهمين جدا معانا. الماتش الاول الساعه 6 الترجي التونسي والزمالك في دوري ابطال افريقيا. الزمالك كلنا عارفين ان هو اول ماتشين اتغلب من شباب بلوزداد 1-0 وتعادل مع المريخ عشان يبقى عنده نقطه واحده. الترجي التونسي عنده 6 نقط. الماتش النهارده هيبقى صعب جدا جدا جدا. لو الترجي فاز هيبقى 9 نقط، مبروك عليه الصعود، والزمالك غالبا هيبقى اوت. الزمالك النهارده لازم يفوز، مفيش مجال حتى للتعادل. لو راح لعب على التعادل في تونس هيتغلب. لازم نص الملعب ما يضيعش مننا. ماتش النهارده الفرصة الواحدة، الفرصة اللي هتيجي مش هتتكرر تاني. لازم اي فرصة تيجي لعيبة الزمالك يحاولوا ينهوها بهدف. ما ينفعش تاني يلعبوا على الهجمة المرتدة. الترجي هيفوز. اكتبوا في الكومنتات رأيكم ايه في الماتش بتاع النهارده. اما الماتش التاني معانا الاهلي وصن داونز. ايوه، صن داونز اللي كل سنه لازم نلعبه، مكتوب لنا في البخت. الساعه 9 النهارده الماتش. الاهلي الماتش الاول مغلوب من الهلال السوداني 1-0، والهلال فاز على الاهلي وفاز على القطن امبارح معاه 6 نقط، وصن داونز معاه 3 نقط. الاهلي لازم يفوز النهارده. لو صن داونز فاز هيبقى 6 نقط زي الهلال. المهمه هتتصعب على الاهلي. ما فيش حاجه صعبه طبعا ان شاء الله، والاهلي معودنا ان هو يعمل كل حاجه صعبه. الاهلي لازم يهدى. كولر لازم يحط التشكيله المناسبه. لازم يمسك الملعب. نص الملعب مهم جدا جدا. لازم نلعب على الارض، ما نستعجلش في الهدف. الاهلي هيفوز ان شاء الله. اكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم من ماتشات الاهلي والزمالك النهارده في دوري ابطال افريقيا. سلام عليكم، ما تنسوش اشتركوا في القناه.